السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. من كل فيديو وحشتوني. النهارده هنعمل الملبن، طريقة عمل الملبن او الحلقومة زي ما بيسموها في اي مسمى يعني. احنا عندنا في مصر بنسميها الملبن، حشوة القرص والحاجات الحلوة من حلوى مولد النبي، برضك بتبقى في الحلويات بتاعة مولد النبي. ولو عجبكم الفيديو يا حبايبي ما تنسونوش في اللايك، سبسكرايب للقناة وفعلوا الجرس عشان اي وصفة توصل لكم. هنا بقى ايه المقادير؟ معايا كوبايتين سكر، تمام، كوبايتين سكر عليهم كوبايتين ميه. في كلمتين في اخر الفيديو هقوله لكم، تابعوا الفيديو لحد الاخر كده. في كلمتين هقولهم في الاخر. انا هنا معايا حطيت في الحله كوبايتين سكر كوبايتين ميه. حطيت هنا معلقه ولا معلقتين كده كبار من ماء الزهر، تمام. الوصفه دي واخداها من واحده في القناه. في كلمتين في الاخر هقولهم في الفيديو، لازم تتابعوني. كوبايتين ميه، كوبايتين سكر، اللهم صل على سيدنا النبي، شويه ماء زهر. ومعايا اللي انتوا شفتوها دي جبتها دي نشا، كوبايه نشا، كوبايتين سكر، كوبايتين ميه، معلقتين ماء الزهر، كوبايه نشا، بس فقط لا غير. تمام. هنرفعهم على النار زي ما هي قالت لي، رفعتهم على النار. تمام. اقلب السكر كده زي ما انتوا شايفين، اقلب الخليط مع بعضه كده، وبعد ما يغلي ههدي عليه. تمام. تابعوا معايا الفيديو كده يا حبايبي. اول ما يغلي كده ههدي عليه النار زي سبرتايه كده زي ما هي قالت لي، سبرتايه كده يعني ما تكونش النار عاليه قوي. كده معايا ضفت كوبايه النشا في طبق كده، هندوبها في كوبايه ميه. تمام. هنحط على النشا ده كوبايه ميه وهندوبه. تمام. تمام. كده حطيت كوبايه الميه اهيت وهدوب النشا معاكم. تمام. تمام. خلينا ماشيين للاخر. ماشي. اللهم صل على سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بقول لكم اعملوا لايك. دوبت النشا زي ما انتم شايفين كده، ندوبه حلو بس عشان مش يبقى فيه تكتلات. اول ما تغلي هنضيف النشا ده. تمام. الماء لسه ما غليتش معانا، اول ما تغلي بس كده هنضيف النشا. ما هي يعني انا عايزه اقول لكم المصداقيه، المصداقيه اهم من الشغل واهم من اي حاجه. لازم الانسان يكون عنده مصداقيه في كل شيء. تمام. علشان الوصفه دي يعني ناس كتير بتجربها، حرام نشيل ذنب الناس اللي بتجربها. وانا يعني انا عايزه اقول لكم كمان انا من ضمن الناس اللي جربت الوصفه ديت. تمام. وخدتها من قناه لاننا كلنا بناخد من بعضينا ونستفيد من بعضينا. تمام. تمام. انا هستنى بقى لما الميه تغلي عشان هضيف عليها النشا، ده زي ما قالت نضيف عليها النشا. تمام ماشي تمام. هنا هقلب فيها كده لحد السكر ما يدوب، وزي ما قلت لكم اول ما تغلي ههدي النار عليها خالص زي السبرتاي. تمام. يا ريت كده لو عجبكم المصداقيه اللي انا بقولها ديت. في كلمتين في الاخر برضك هقولهم في الفيديو، تابعوا الفيديو للاخر هتعرفوا الصح من الغلط، ان الوصفه دي فاشله ولا شغاله ولا فيها ايه، ولا حلوه ولا ايه. هقول لكم كل صراحه، انا هقول لكم كل صراحه عن الوصفه ديت، عشان انا عندي مصداقيه. ما احبش انزل الحاجه وانزلها وتطلع مني مش حلوه وانزلها على القناه، لا. انا لازم اقول لكم عشان تعرفوا في الاخر الفيديو كده ان كانت الوصفه دي حلوه ولا مش حلوه. تمام. الميه هنا بتغلي معايا اهي. تمام. تمام. هنا ضفت النشا. تمام. هدنا اقلب بقى طول ما هي على النار ونار هاديه هاديه خالص خالص. ضفت كده النشا، بقى النشا اهوت. اقلب بقى بسرعه كده عشان ايه ما يكتلش مني من الكتل اللي مني زي ما انتم شايفين كده. وعلى فكره انا اي حاجه بنزلها على القناه لازم تكون من الاخر، من الاخر. ولو هي مش من الاخر مش هنزلها، مش هنزلها حد يستفيد منها، حد يعمل بيها وتطلع يعني مش مظبوطه معاه. فعشان كده انا بقول لكم المصداقيه، وانا هقول لكم رايي فيها
تمام. هتشوفوا الفيديو للاخر بس، وانا هقول لكم ايه الوصفه دي حلوه ولا مش حلوه، هتطلع معانا مطابقه ولا مش مطابقه. يعني احنا عايزين نعرف الوصفه دي شغاله ولا مش شغاله. ادي احنا عملنا زي ما هم عملوا. الصراحه والله انا هقول لكم رايي بكل صراحه، ونقعد نقلب فيها كل ما بتقعد على النار كل ما بتتقل. تمام زي ما انتم شايفين كده اهو. معايا هنا المضرب اللي بتاع البيض، اللي هو بتاع اللهم صل على سيدنا النبي، بتاع المضرب، السكينه بتاعه المضرب بتاعه البيض. فكيتها كده عشان اعمل بيها، عشان المضرب يلاقي والتاني بايظ بس شغاله يعني اهيت. ونقلب شويه، كل شويه نقلب لحد ما تستوي معانا، وهنطفي عليها. وهوريكم في الاخر ايه، مصداقيه وامانه. رايي مصداقيه وامانه. تمام. كل ما بقلب كل ما بتتقل معايا، شايفين بتتقل معايا. بصوا زي ما انتم شايفين اهو. كل ما بقلب كل ما بتتقل، كل ما بدناها على النار كل ما هي بتاخد نص ساعه تقريبا على النار. بس ايدي ما بسيبهاش فيها، بدنا على طول اقلب فيها اقلب فيها عشان ما تلسعش ما تتكتلش. ده يعني ايه الخليط كده يعني حلو كده. مم. كل ما تلم معايا اعرف ازاي انها استوت. لما بنزل بمعلقه كده ما ترجعش تاني، تكون التقل بتاعها والسمك بتاعها ايه حلو. معايا هنا دهنه نشا، حاطه نشا في قلب علبه كده، قلب علبه اللانش بوكس، الغطا بتاعها عشان مربع يعني. وحطيت فيه نشا، ورحت جايه ضايفه ايه الملبن زي ما انتم شايفين كده اهو، عشان ياخد الرسمه كده ويبقى مربع وكده ايه حلو كده. ارتفاعها حوالي 2 سنتي، ارتفاعها يعني السمك بتاعها بتاع 2 سنتي ولا 3 سنتي. حطيت الملبن كده في قلب البتاع وهفرده زي ما انتم شايفين كده اهوت. انا بسوي فيه اهوت. حطيت في الجنب الطويل ده كمان. اقول لكم رايي بقى فيه. صراحه ربنا، صراحه ربنا والشهاده لله، الوصفه ديت ما تجربوهاش ابدا. والله العظيم بجد ما تجربوهاش، لانها طلعت مش مظبوطه مني. وحسبنا الله ونعم الوكيل في اللي عملتها. بس اللي يعمل حاجه بمصداقيه وامانه هو اللي يمشي ويشتغل في الشغل. ما يعملش مصداقيه وامانه مش خلي غيره يعمل الوصفه ديت. صراحه ربنا طلعت مش حلوه معايا. تمام. فانا بقول لكم مصداقيه وصراحه، ومفيش احسن من الصراحه. اللي ينزل حاجه وينزلها صح ومظبوطه ينزلها، ما ينزلهاش يبقى بقى بلاش يعملها. مش الوصفه تبوظ. صراحه ربنا ما كانتش حلوه معايا. انا هنا بسوي فيها اهيت عشان تطلع مستويه كده وحلوه الشكل. والعين بتاكل قبل البوق، لازم تبقى الحاجه كده ايه مستويه وحلو. وعملت اللي عليا وسويت. تمام اهي. هندخلها بقى في الفريزر بتاع ولا في التلاجة بتاع ساعتين ونقطعها. بس انا المقطع ده اتحذف